الصحراوي. بالتالي ما نقدروش نحكموا حنا وناخذوا كملاحظين او كمتابعين هذا التوازن الموجود في القرار على انه انتصار. لماذا؟ لان الطرف المعني به رفضه مسبقا. حتى هذه خيار الحكم الذاتي اللي يسوق له المغرب، وهي مبادرة فرنسية كما بدأت وقلناها عدة مرات ويعلمها الجميع، هي في الأساس مبادرة فرنسية. منذ 2007 إلى غاية 2025 عندنا حوالي 18 سنة لم يكن هناك ولن يكون هناك أي تجسيد لهذه المبادرة على أرض الواقع. هذه المبادرة موجهة أو مصممة عمدا لوأد فكرة الاستفتاء ولوأد فكرة استقلال الصحراء الغربية. هذا هو الهدف من تسويق مبادرة الحكم الذاتي، ليس الوصول إلى حل للنزاع. ما سيغير قرارات مجلس الأمن وما سيغير هذه التفسيرات وغيرها هي بندقية المقاتل الصحراوي على الأرض، لأن هذه البندقية هي التي ألزمت وأجبرت المغرب في 91 على توقيع وقف إطلاق النار، وهي التي أدخلت القضية الصحراوية إلى مجلس الأمن سنة 1991. الآن الأمر راه بيد الشعب الصحراوي، ما راهيش نهاية مسيرة، وإنما مجرد محطة في النضال. ضيف إلى ذلك أن كاين أراضي محررة من طرف البوليزاريو، من طرف الصحراء. يعني البوليزاريو عندها أراضي محررة الآن. كيف تجيب قرار وكاين أراضي محررة؟ هاي صرات يعني أمورات كما هذه في أماكن مختلفة من العالم، وين تكون جهة معينة يعني حرة قطعة من القطعات تاع الأرض في دولة، قطعة من الأرض أو قطعة من هذيك الدولة محرتها، يتفاوضوا على أساس تروح للتقسيم، كل واحد يدي وش راه محرر وش راه تحت يده. يعني تريد أن تقول الأمر تجاوز حتى صرا هذا الحل في السودان. هذا لما جات الحرب الأهلية في الجنوب، وصرات ما يسمى بالانتفاضة والأمورات هذيك، تقسم السودان إلى قسمين: الجهة الجنوبية وين راهي محررة، والجهة الشمالية وين راهي الآن السودان في مشاكل أخرى. لذلك ما يقدرش القرار هذا، شو بغيت أقول، ما يقدرش القرار هذا يدير إسقاط على الواقع تسيبوا بلي هذا القرار ما يمشيش، اللي عنده بزاف عراقيل وعنده بزاف امورات. وحتى مبدا يقول بان البوليزاريو تقول بان الاحتلال المغربي يسعى الى تحويل مبدا تصفيه الاستعمار الى صفقه سياسيه مساس بجوهر مبدا تقرير المصير، يحول مجلس الامن الى ساحه تناقض مع ميثاق الامم المتحده وقراراتها الخاصه بتصفيه الاستعمار، ويجعله منصه شرع لاستثناء على حساب القاعده. هنالك محاولات من المغرب لفرض سياده مزعومه على الصحراء الغربيه وحلول تناقض الشرعية الدولية وتتجاوز اختصاصات مجلس الأمن. حق تقرير المصير لا يختزل في صيغ سياسية تفرض عذرا خارج الشرعية الدولية، وهناك خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها. وماذا بينا نركزوا أيضا على المعركة الشاقة للدبلوماسية الجزائرية. أستاذ سعيدي، كيف يمكن تفسير ما وقع من يعني مخطط لمحاولة إبراز هذا الحل على اعتبار أن يعني الحل المغربي على أنه الحل الوحيد، ولماذا في هذا التوقيت؟ وأرمادة تعرف إعلامية كان ذكرها الأستاذ صالح، أرمادة إعلامية وآلة دبلوماسية من فرنسا العراب الأساسي، والإمارات يعني أيضا دعمت هذا الموقف. شوف الموضوع، هذا الموضوع الأطراف الأخرى بالنسبة للجزائر خاذين هذا الموضوع على أساس قضية تقرير مصير، قضية حق شعب يناضل يقاوم منذ 50 سنة. والجزائر تدعم كل قضايا تحررية بهذا الإطار، ولا تخرج الجزائر عن إطار الشرعية الدولية. الجزائر مش في طرف داخل النزاع، وهذه قالت عدة مرات. قضية بين المملكة المغربية والجمهورية ولا جبهة البوليزار في النهاية. لذا أكدها القرار بشكل معين أن الطرفين، كلمة الطرفين. فلذا عندما يكون الطرفين وجود الجزائر في الطرفين في النزاع، هذا إيقاع لها في موضوع الجزائر تلتزم بالشرعية الدولية. ثاني المسألة الأخرى، الطرف الآخر كيف ينظر إلى هذا الموضوع؟ ينظر إلى الجزائر على قضية المكسب السياسي، المكسب الإعلامي.
بمعنى يتصوروا الناس كلها هما يتصوروا سواء في الامارات ولا في فرنسا ولا في المغرب ذاته، يتصور ان كسب جوله وغلب الجزائر والقضيه ماشيه كذا مطروحه. هو حول الصراع من بين محتل ومحتل الى صراع بين المغرب والجزائر، وهذا خطا يعني. ولذا هذا فرنسا داخله في الموضوع من هذا المنظور، الامارات تدعم هذا الرؤيه من هذا المنظور، والمغرب تمشي في هذا المنظور. في الحقيقه كلهم يبتعدون عن جوهر القضيه. صحيح. يبتعدون عن جوهر القضيه. الان جوهر القضيه هو أن هناك احتلال، هناك شعب يريد ان يتحرر. كتجي كل القوانين الدوليه، كل الضغوطات لا تغير المعادله. المعادله راهي هنا، المعادله راهي تهرب من هذا الحقيقه هذه، تهرب من هذا الصراع. الان هذا المغرب او فرنسا يريدون كل ما يريدونه في الصوره، من صوره القرار، هو المكسب السياسي والمكسب الاعلامي. لكن الحقيقه عندما تنتهي نشوه هذا المكسب، الحقيقه راهي هنا. السلاح كما تفضل السي عبد الرحمن، القضيه راهي في البندقيه، في الحق الصحراوي. قول اليوم منا حتى لان الان لو كانت هناك جهود فعليه كي قال اقترحوا في 2007 الحكم الذاتي الى غايه 25، ماذا تقدم في هذا المقترح المغربي؟ ماذا قدم المغرب في هذا المقترح؟ ما نضاله في هذا المقترح؟ الدبلوماسيه الجزائريه تعمل على صعيدين. تعمل على صعيد الأصدقاء، على صعيد الأصدقاء، وعلى صعيد الذين يؤمنون بقضايا تقرير المصير. كاين دول كثيرة، الدول كثيرة طبعا ممكن في مجلس الأمن تكون اعتبارات أخرى، وعملت على تغيير أو تعديل مشروع القرار، مشاريع القرار أو مقترحات القرار قبل أن يصل إلى الوثيقة الزرقاء. أنا عملت وبذلت جهود، وهذه تحتاج إلى جهود منية. ولكن أن هذه الجهود الدبلوماسية كل كما قال المعروف منها وغير المعروف منها والاتصال، أن الجزائر في دبلوماسيتها لا تستعمل المال، لا تستعمل المال، لا تستعمل المال. وش معناتها المال؟ المال فيه نوعين. لا تشتري ذمم بمعنى بتقديم صفقات أو بتسهيلات أو بالحدائق الحق لافاريز دبلوماتيك تخدمش هذه المسألة. الذي تم في هذا القرار شيء خاص التعديلات اللي كانت موجودة، مش كانت تعديلات تقريبا تخدم نوعا ما الشعب الصحراوي وتعطي توازن للقضية. لكن عندما خرج قرار بهذا الشكل أن هناك جهود أخرى بذلت وضغوطات مورست وأعمال أخرى اللي ما يشفي أخلاقيات الدبلوماسية، ما يشفي أخلاقيات العمل الدبلوماسي، محاولات ضغط وإغراء كما قيل في موجود. ولكن في الحقيقة الآن هاو القرار، نروح حركوا في الميدان، نروح حرك القرار. هذا هو السؤال يعني، سؤال كيف يتحرك هذا القرار؟ أولا مجلس الأمن قلنا وما زلنا نقوله عاجز، ولا ينتظر من العاجز فعل ولا موقف. آلياته ضعيفة من قضية غزة، من قضية ما وقع الغزة إلى القرار اليوم. لا طيب العاهل المغربي أحمد خليفة، العاهل المغربي سارع وجاوب وكمل في الجواب تاعك. العاهل المغربي سارع، لم ينتظر طويلا، ووجه إلى الرئيس عبد المجيد تبون دعوة لحوار أخوي كما وصفه الصادق بين البلدين من أجل تجاوز الخلافات وبناء علاقات جديدة تقوم على الثقة وحسن الجوار. هنا أيضا محاولة توجيه الأنظار إلى أن الأزمة مع الجزائر سببها الصحراء الغربية، رغم أن الرئيس تبون قالها أكثر من مرة بأن الأزمة، وقلناها الأسبوع الماضي، أن هذه الأزمة تتجاوز الصحراء وهنالك قضايا خلافية كثيرة. وأنت وضحت تاريخيا الأسبوع الماضي الشقاق كيف توسع منذ الاستقلال حتى اليوم، وكم بقيت الحدود مغلقة سنوات طويلة وليس بسبب قضية الصحراء. فهذه الدعوة كيف يمكن تفسيرها أستاذ خليفة؟ نعلق على الكلام اللي قالوا بن جامع طيب نعلق معليش على هذه تاع الدعوة وأكمل على بن جامع. لأن راح نقول جملة فقط. تفضل. الكلام اللي قالوا بن جامع أن الشرعية الدولية خرجت من الشرعية الدولية،
انسحبت، صبحت كاين حاجه اسمها المشروعيه، ليس الشرعيه القانونيه الدوليه المعترفه. يعني الشرعيه خرجت من الشرعيه، يعني هذا الامم الشرعية الشرعيه فقدت الشرعيه تاعها، لان ما يمكنش بعد 50 سنه من النضال معترف بها بالامم المتحده في اخر لحظه قال حل واقعي وحكم ذاتي، ونغلق القوس. الامر الثاني، لما تقول باللي الملك ملك المغرب قال يوجه يدير دعوة للرئيس عبد المجيد تبون. القضية احنا الملف تاع الصحراء الغربية كان ملف في الصحراء الغربية واقع، وكانت الحدود مفتوحة، وكانت الأمور بيننا وبين المغرب تمشي. يعني قضية المغرب قضية الصحراء الغربية ما هي السبب الرئيسي في غلق العلاقات. وفي الحصة اللي مضات أعطينا تاريخ هذه التاريخ علاش، يعني كاين قريب 12 نقطة باش وصلنا إلى غلق الحدود بيننا وبين المغرب. الآن الإشكال الكبير، العالم يعرف، موش غي أنا ولا العالم يعرف أن المغرب الآن تحت سيطرة الكيان الصهيوني، وأي إعادة العلاقات مع المغرب هو تطبيع ضمني للكيان الصهيوني، هو تطبيع ضمني. احنا موش راح تتناقش مع المغرب أو تتناقش مع المغاربة على أساس نزاعات أو سياسية. الآن صبحت أرقام أخرى دخلت في المعادلة، اللي هي الكيان الصهيوني أصبح هو يسير المغرب. يعني أي تقارب مع المخزن أي الآن تقارب هو يعني تطبيع، هو يعني موافقة على أفعال المغرب التطبيعية المخزية، تطبيع ضمني للجزائر بالنسبة للكيان. هي أستاذ، كل ما يجينا كلام معسول من محمد السادس تجينا موراه ضربة. هذا دائما نقولها ونحبوا ندخلوا في الامتثال، ندخلوا في بصح نفسروا، لأنه هو الأستاذ خليفة فسر تاريخيا المرة اللي فاتت. ماذا بيا الآن اللحظة، لماذا يريد المخزن ولا الملك المغربي تحويل ما حدث في مجلس الأمن إلى أنه نصر، يعني انتصار. هنا يخاطب طبعا الداخل المضطرب، لأنه تعرفون المظاهرات الكبيرة جيل زاد، وأيضا يريد أن يقول لأن المخزن مصيره قائم على قضية ما يسمى الوحدة الترابية التي هي احتلال لأرض الصحراء الغربية. فهنا يريد أيضا أن يقول بأن المخزن لم يفقد السيطرة على هذا الملف رغم كل الضعف الذي يعانيه، سواء ضعف الملك الذي يظهر للجميع أنه مريض، أو ضعف المؤسسة الحاكمة وما يقال عن خلافات داخل العائلة المالكة. لأن الآن شره واقع في المغرب من اضطرابات اجتماعية وما إلى ذلك. هذه القضية، هذه البوفي دوكسيجين هذه اللي جابوها من الأمم المتحدة لإطفاء هذا قال أنا ربحنا جبنا شرعية دولية باللي الصحراء الغربية صبحت في حكم ذاتي. ولكن القرار حتى اللي تم التصويت عليه قال الحل الواقعي حل الواقعي يرضى به الطرفين، حتى نقرأه مليح. صحيح. حل واقعي يرضى به الطرفين. لما تقول كلمة طرفين، الآن أكدت أن هناك طرف تاع الصحراء الغربية لازم يقول كلمته، حتى وأنه ما قالهاش في الأمم المتحدة، سيقولها في المفاوضات مع المينوسو، سيقولها ولا تروح أنت للصحراء وتتكلم غير مع المغرب وتقول باللي أنا درنا حكم ذاتي المينورسو هذه، ولا أي طرف آخر أو المبعوث تاع ترامب أو غيره. وزيد ضيف إلى ذلك، لما تشوف أنت فرنسا، ما نتكلمش عن الإمارات، لأن الإمارات رايحة يعني قلتها ونعاودها تدير السياسة بالمناولة، وراهي دايرة كارثة في الصومال في السودان، الدعم جهة على جهة، وآلاف الناس ماتت وتشردت وما إلى ذلك. ولما نجبدوا وعندهم مشروع باش يقسموا اليمن، عندهم مشاريع، وصبحت على بالك باللي الإمارات الآن ادت مكان
الكيان الصهيوني لما كان قاعدة عدوانية، لأن الكيان الصهيوني قبل ما يولي كيان كان قاعدة عدوانية، من بعد انتقل إلى كيان صهيوني، ومن طيب. بعد الآن راه يناضل باش يولي دولة. لهذا تصيبوا منخرط في المغرب، تصيبوا وبالتالي الجملة المفيدة الأخيرة الرجوع لربط العلاقات مع المغرب هو، نقولوها بعبارة واحدة، تطبيع. هو تطبيع ضمني بالنسبة للجزائر مع الكيان الصهيوني. طيب، هي أخذ كاين رأي واحد الأستاذ السؤال- صالح. واحد سؤال نطرحوه للمشاهدين ونغلقوا طرح السؤال وبعد الفاصل نجاوبوا عليه. لا، المشاهدين يجاوبوا عليه. اوكي. كاين في التاريخ ولا في العلاقات الدولية دولة في العالم راحت الأمم المتحدة باش تطلب تطبيق الحكم الذاتي على أرضها، وتفرح لما يعطيوا لها الحكم الذاتي على أرضها. غريبة. صح. طيب، روحوا إلى فاصل قصير وبعدها نرجع إلى المفيد.